ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو ده يعني مخصص للناس كلها اللي بتعاني من تساقط الشعر، سواء كان تساقط موسمي او تساقط بيحصل بسبب ظروف معينه، عندكم ستريس او عندكم ضغط في حياتكم فمأثر شويه على شعركم، او عندكم نقص في فيتامينز مثلا، فشعركم محتاج ان هو يتغذى مش بس داخليا، تستخدموا كمان برودكتس موضوعيه تحسسكم ان شعركم انتوا بتعتنوا بيه باحسن شكل ممكن. ولكن هو مش للناس اللي بتعاني من صلع وراثي اكيد، او بتعاني من تساقط للشعر بسبب حاجات في الجينات بتاعتهم، لان طبعا الحاجات دي محتاجه دكتور، انت محتاجه تروحي تتابعي مع دكتور وهو يعملك التحاليل اللازمه، ومحتاجه تمشي على علاج حقيقي مع دكتور. فلو انت مهتمه شوفي الفيديو للاخر وهقولك كل التفاصيل، ويلا بينا نبتدي. طيب علشان تعرفي توصلي ان انت توقفي تساقط شعرك، ولو انت عندك منطقه فيها فراغات وتعرفي فعلا تشوفي بيبي هير وتعتني بعد كده بالشعر الصغير اللي بيطلع ده، وتفضلي محافظه عليه حتى لو انت في وقت ما وقفتي الروتين ده والشعر الصغير اللي طلع ده ما يقعش، انت محتاجه تعملي خطوات كتير. لو حد قالك في منتج واحد هو اللي هيعمل الحاجات دي كلها، هو اكيد بيبيع لك حاجه، هو اكيد بيضحك عليكي. فلازم تبقي عارفه ان هي عباره عن خطوات كتير كلها بتكمل بعض، بتوصلني لنتيجه واحده في الاخر. هي بالنسبه لي بتتقسم ل3 مراحل، وهقول لكم اللي انا بعمله بالظبط واللي انتوا تقدروا تعملوه كمان، وهديكوا اقتراحات لمنتجات سواء كان شعركم ناعم او كان شعركم كيرلي زيي تعرفوا تستخدموا ايه. وهنقسم المراحل دي ل3 حاجات. اول حاجه ان انا اعتني بالشعر من بره كفتله شعر نفسها، وان انا اغذي جسمي من جوه، وان انا استخدم يعني زي علاجات موضعيه تبتدي تتارجت المشكله كخطوه ثالثه ان انا اعرف اوصل لنتيجه كويسه. طيب خلينا نبدا مع بعض الموضوع من الاول خالص، وهي ان انت محتاجه تروحي الاول لدكتور يقولك ايه المكملات الغذائيه اللي انت محتاجاها. وعلى فكره في مكملات غذائيه بتبقى للسكن والهير والنيلز، بتبقى يعني عادي تقدري تشتريها من اي مكان، يعني اي صيدليه، من غير ما يكون معاكي روشته، من غير ما يكون معاكي حاجه. ولكن انا من وجهه نظري، وهي اكيد وجهه النظر الصح، انك تروحي للدكتور احسن وهو يقولك ايه الفيتامينز اللي انت ناقصاكي من جوه جسمك بالفعل، وهو يكتبها لك. في حاجات ممكن تسمعيها على الناس من على النت وكده وهي مش هتضرك، ولكن يفضل دايما ترجعي للدكتور طول ما انت هتاخدي حاجه خارجيه وكسبلمنت يعني، وان هو يساعد جسمك وكده. دي اول خطوه، ودي كلنا عادي ممكن نعملها. خلينا بقى نبتدي نتكلم عن ازاي ههتم بفتله الشعر من بره، وان انا ابدا اغذيها، وازاي كمان اغذي فروه الراس نفسها. طبيعي لازم تعملي ماسكات وحمامات زيوت. طيب ازاي هطبق الخطوه دي بحيث ان انا مضر شعري واوقع شعري اكتر؟ اول حاجه لازم تختاري انواع زيوت تناسب المشكله بتاعتك، وانا يعني اخترت اكتر 3 زيوت هيمشوا مع الناس كلها وهتناسب ايا كان ايه المشكله اللي بتواجهيها لشعرك علشان تعرفي تشوفي نتيجه. وهم 3 حاجات بالظبط. الزيت بتاع زيت الزيتون ده مناسب جدا عشان ينعم فتله الشعر، سواء انت كان شعرك ناعم سواء كان شعرك كيرلي، ده هيفرق معاكي في ان الشعرايه نفسها تبقى فتلتها انعم. في كمان زيت الخروع، لان زيت الخروع اساسا هو حلو جدا في ان هو يساعد ان الشعر يبقى فيه انبات في الشعر. فزيت الخروع وزيت الجرجير لان هو مناسب للناس اللي عندها تساقط في الشعر. فانا اخترت احسن 3 زيوت ممكن كلنا نستخدمهم بسهوله عادي، وما ينفعش تستخدمي زيت واحد فيهم لوحده. زيت الزيتون ممكن، لكن زيت الخروع مثلا بلاش، لانه زيت تقيل جدا، لازم يتخلط مع حاجات تانية وتبداي ان انت تخففي من القوام بتاعه علشان تحطيه على شعرك. طيب انا في الخطوه بتاعه الزيوت دي بحب اعمل ايه؟ بخلط ال3 زيوت على بعض، وببتدي ان انا امشي الزيوت دي على شعري كلها. يعني ببدا ان انا اخلي الزيوت على فتله الشعر نفسها، وببدا ان انا كمان احطها على فروه شعري. طيب انا عايزه استيميوليت الفروه، عايزه اخلي الفروه تبدا انها تمتص اكتر الزيوت اللي انا حطاها دي. انا يعني قدامك حل من الاثنين، يا تقلبي شعرك لقدام وتبداي ان انت تعملي مساج كده بايديكي، بس يكون بالباطن بتاع صباعك مش بضوافرك عشان ما تتعوريش، يا اما الخطوه الاسهل وده اللي انا بحب اعمله، جبت دي من ميني سو. دي عباره عن اداه كده للمساج للشعر، هي حلوه للصداع والريلاكسيشن والكلام ده كله، بس انا بقى بحب وانا حاطه زيوت في شعري اقلب راسي كده لقدام واخلي شعري مقلوب، وابتدي ان انا يعني اعمل بقى ايه المساج يعني اثناء الزيوت موجوده في شعري بالاداه دي.
دي كان سعرها تقريبا 100 جنيه، تعتبر سعرها معقول، هي كانت ب 50 جنيه اصلا بس عشان الدنيا غليت. اهم حاجه بقى وانتي بتعملي المساج ده، شايفين اللي هي الحاجات اللي عامله زي الصوابع دي، حاولي تركزي على المناطق اللي فيها فراغات في شعرك. انا مبدئيا انا كنت بعمل بقى كل الهيصه دي عشان خاطر انا عندي الحته دي شويه بتفرغ، وعندي كمان يعني عارفين من كتر ما بفرق شعري كده الحته دي ابتدت تخف، فابتدى يطلع لي بيبي هير صغنن قوي قوي قوي. بصوا يعني هو ده، هي البيبي هير الصغننه اللي هنا دي عماله بقى تملى في شعري، وانا بحاول ان انا اعتني بيها. فجزء من الخطوات زي ما قلت لكم حمامات الزيوت والمساج وتدليك الشعر. وبعد ما تخلصي حمام الزيت وتدلكي شعرك، استني بس لمده ساعه بالكتير قوي قوي، ولازم تبداي تغسلي شعرك كويس جدا. خدوا بالكم الزيوت لو فضلت في الشعر فتره طويله اللي هيحصل ان انتي خصوصا كمان لو شعرك ناعم، الشعرايه يعني الزيت هيتقلها جدا وهتاخد الشعرايه وتقع. عشان كده الناس بتشتكي انها بتعمل حمامات زيوت وماسكات للشعر تلاقي شعرها وقع، ومش بس وقع لا ده كمان بيطلع لهم قشره. فلازم تغسلي شعرك كويس قوي قوي قوي، واياكي تنامي بالزيوت في شعرك. طيب من هنا بقى هنيجي للخطوه الثانيه، وهي ان انا استخدم برودكتس كويسه تخلي شعري احسن. يعني انا جبت لكم اختيارين في خطوه غسل الشعر، واحد للشعر الكيرلي وواحد للشعر الناعم. طيب ايه هي بقى؟ هو الشامبو طبعا ممكن تستخدمي من شيا مويستشر او اي نوع شامبو عامه ما يكونش فيه سلفيتس سيليكون اي حاجه. وعلى فكره لو عايزه تستخدمي حاجه فيها سلفيتس اعملي كده عادي، لان السلفيت بيساعد ان انت تنضفي فعلا شعرك كويس قوي وفروه شعرك تبقى نظيفه. بس لو انت حد شعره كيرلي وعايز شويه يعتني بشعره زياده، لان احنا كحد شعره كيرلي بيحتاج عنايه اكتر بكتير من العادي، اخترت لكم الشيا مويستشر. ايا كان ايه النوع مش هتفرق يعني. هما اللي معايا ده بالمانوكا هاني ده كويس جدا كان معايا، وبالتين كمان. ولو انتي شعرك ناعم ده شامبو بالبيوتين والكولاجين، ده ثيكنينج شامبو. ده عباره عن شامبو بينظف الشعر وبيحسسك ان شعرك فيه سمك، بيحسسك ان فتله الشعرايه نفسها تقيله. ده ما انصحش بيه لاي حد شعره كيرلي او شعره يعني فتلته خشنه، لانه فيه بروتين عالي قوي كمان. لا هو للناس اللي شعرها ناعم، بيخليه عندهم احساس بفوليوم كده في الشعر. تمام، دي كده الخطوه الاولى. خلاص انا نظفت شعري واتاكدت ان شعري نظيف جدا جدا، هبتدي اروح للخطوه اللي بعدها وهي خطوه ترطيب الشعر. انا برغم ان انا رطبت شعري بالزيوت وكل حاجه، بس انا استفدت من الزيوت اكتر وهي على شعري، لان الفروه اتغذت واثناء الساعه اللي انا حاطه فيها الزيوت دي على شعري. وخلاص انا شلت كل الحاجات دي بالشامبو، فمحتاجه ارجع تاني الترطيب لشعري. من هنا باجي لخطوه ماسك للشعر، بس يكون عباره عن يعني ماسك عادي بقى، مش ملوش علاقه بالزيوت. فانت ممكن في حاله من يعني زي دي تعملي حاجه من الاثنين، يا تستخدمي ماسك جاهز عادي، وانا من هنا بحب استخدم الالو ايفا بالنسبه لي تمام بيرطب شعري حلو جدا. يا اما هاتي اي نوع بلسم وممكن تضيفي عليه شويه من زيت الزيتون، شويه صغننين جدا. لو انت عندك اي نوع بلسم وترطيبه مش كفايه اكتر حاجه، ضيفي بس شويه زيت والدنيا هتبقى معاكي تمام. وبعد كده اشطفي شعرك وخلاص دنيتك حلوه قوي. نيجي بقى للخطوه اللي بعدها، ودي الخطوه اللي فيها العلاج كله بقى. يعني انا خلاص انا ابتديت اهتم بشعري، محتاجه علاج موضعي يتارجت جدا جدا فكره ان انا عندي يا تساقط يا فراغات في الشعر ومحتاجه اشوف بيبي هير بقى. هنا بقى انا بستخدم الكليو جرو، ده عباره عن سبراي كده بترشيه على المناطق اللي هي فيها الفراغات، وبتبداي ان انت تعملي مساج للمنطقه دي. هقول لكم بالظبط انا بستخدمه ازاي. عايزه اقول لكم بس الحاجات اللي فيه، هو فيه ارجن اويل وفيه امنكسيل وفيه كافيين، فكمان ما فيهوش كحول، ده اللي هم كاتبينه بالظبط. يعني هو المفروض ان هو لتساقط الشعر، فانا هتكلم عنه كبرودكت انا بقى بستخدمه ازاي كازيز، لان انا اصلا خلاص قربت اخلص العلبه وهجيب العلبه اللي بعدها. بصوا بعد ما بتغسلي شعرك وشعرك يبقى نظيف تماما، ابدأي شوفي انت المنطقه اللي عندك فيها فراغات ايه، وابدأي بخي كده على الشعر تمام، وابدأي ان انت اعملي مساج بايديكي كده زي ما اتفقنا بباطن صباعك مش بضوافرك، وابدأي اعملي مساج للمنطقه اللي انت عايزه تستيميوليتي فيها الفروه وان انت عايزه تشوفي فيها الفرق. بصوا يعني في ناس انا شفت انها بتقول احنا نستخدمه لحواجبنا وكده، لان انا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا عندي مشاكل في حواجبي ان انا بقعد اقطع فيها، فاللي هو فكرت برضو ان انا استخدمه على حواجبي لانه فعلا بيطلع بيبي هير. بس يعني كلمت الشركه قالوا لي ان ده ما ينفعش، ما تعملوش زي ما تعملوش كده خالص. تمام، هو كاتبين ان هو للشعر فهو للشعر. المهم ابدأي ان انت رشي 5 ل 6 بخات كده،
وابدأي اعملي مساج، سيبي بس المنتج يتغلغل كده في الشعر عشان تبدأي تخشي في الخطوه اللي بعدها. ده من الحاجات اللي انا برشحها لكم جدا جدا جدا. خدوا بالكم بس ان في اقاويل بتتقال ان الحاجات بتاعه الحاجات الموضعيه اللي بتترش على الشعر اللي فيها مينوكسيديل ومش عارفه ايه وامنكسيل والحاجات دي، بعد ما بتوقفيها بتخلي شعرك بعد كده يقع، البيبي هير اللي طلع ده يقع. للامانه من تجربتي انا، يعني انا بصراحه ده ما حصليش مع كليو جرو، يعني انا ده ما شفتوش. ويمكن جزء من ده راجع لان انا اصلا عامله روتين كامل لشعري، فعشان كده بقول لكم فكره ان انا يبقى عندي روتين ده مهم. انما ما تروحيش تجيبي منتج غالي جدا من الصيدليه بيتارجت اصلا ان هو يطلع لك بيبي هير وكده، ومجرد ما توقفيه تلاقي شعرك وقع لان انت اصلا ما بتهتميش بشعرك كويس. ف ده بالنسبه لي هو الاساس بقى في حته ان انا اعالج الفراغات. طيب هنيجي للخطوه اللي بعدها. زي ما بترطبي وشك انت محتاجه ترطبي شعرك. احنا غسلنا شعرنا ورطبناه ترطيب موضعي كده اللي هو بالبلسم ورحنا شطفناه، لكن وبعدين ماذا بعد بقى؟ انا محتاجه اخلي شعري يحتفظ بالترطيب بتاعه لاطول فتره ممكنه، وبعمل بقى ستايلنج لشعري. وده نفس المنتج اللي انا مستخدماه لشعري دلوقتي، واللي بحب استخدمه في الفتره دي علشان خاطر مش عايزه اي حاجه يكون فيها سيليكون، مش عايزه حاجه يكون فيها مواد او كحول يضر شعري، فبستخدم بتاع بلانكي، كلمتكم عنه كتير جدا جدا جدا. دي العبوه التانية، انا بستخدمش غيره بقالي فتره، ممكن اقطع كده في النص استخدم حاجات تانية وارجع له عشان الشعر بس ما الافكت بتاعه احس بيه كل فتره. فاهمين الفكره؟ هو لما تستخدمي منتج كتير وشعرك يتعود عليه، اللفظ اللي احنا بنقوله يتعود عليه، بتبداي ما تشوفيش نتيجه. فلا، بحب اقطع بحاجات تانية وارجع له. الميزه بقى في ده ان هو اصلا مخصص للاطفال وامان جدا على الشعر. هو ده نفس اللي انا مستخدماه لشعري النهارده. ده كده تاني يوم لشعري، كنت نازله في الحر والشمس والكلام ده كله، وده لسه نتيجته كويسه. فاتكلمت عنه كتير، مش عايزه اتكلم عنه تاني، بس ده من ألذ الحاجات اللي انا جربتها. ده غير ان ريحته حلوه فبيسيب ريحه لذيذه كمان في الشعر. وده اللي انا برطب بيه شعري وببتدي بقى اعمل ستايلنج للشعر براحتي. هو مخصص للناس اللي شعرها كيرلي والاطفال كمان اللي شعرهم كيرلي، ولكن لا، عادي استخدميه حتى لو انت عايزه ترطبي شعرك عادي جدا، حتى وانت شعرك ناعم يعني. بس فده كده الروتين اللي انا بمشي عليه كله. فزي ما اتفقنا، انت محتاجه خطوات اساسيه تمشي عليها وتستمري عليها وتطولي بالك. طولي بالك، يعني ما حدش بيجري وراكي. انا عارفه ان الواحد لما بيكون عنده فراغات في شعره او تساقط في شعره بيبقى قلقان ومتضايق ومتوتر وكده، بس صدقوني الموضوع بياخد وقت ومحتاج تغذيه كويس جدا، كاكل حتى وشرب، مش بس مكملات غذائيه. المكملات الغذائيه بتكمل، هي من اسمها هي مكملات، ولكن هل هي لوحدها كفايه؟ لا، لازم اهتم بشعري. هل ان انا لما استخدم منتجات لشعري زي الشامبو والبلسم والماسكات للشعر ده بس كفايه؟ لا، لازم علاج موضعي يستهدف المشكله اللي انا عندي في شعري ويكون فيها مواد. هقول لكم الكليو جرو ده فيه مواد زي ايه تقدروا ان انتوا تستخدموها في الكافيين. زي ما قلت لكم الامنكسيل ده هو اللي بيتارجت بقى الفكره بتاعت ان انت شعرك محتاج ان انت تستيميوليتي الفروه عشان تشوفي بيبي هير، هو ده المكون الاساسي اللي هيساعدك. في كمان روزماري، في كمان ارجن اويل، وفي فيتامين اي وفيتامين دي وبانثينول وجوجوبا اويل. فهو في كمان مكونات ترطب حتى الفروه من جوه. فبصراحه ده من الحاجات اللي انا برشحها لكم. انا للامانه ما جربتش اي حاجه تانية تكون بتستهدف الحاجات الموضوعيه، يعني كمنتج موضوعي يستهدف المنطقه بتاعه الفروه وان هو يطلع بيبي هير او كده. وبالنسبه لي ده كان سعره رخيص وبينزل عليه عروض كتيره قوي ومنتج مصري، فبرشحه لكم جدا 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 مع كل الحاجات اللي انا رشحتها لكم بعد كده. الحاجات اللي فاتت دي كلها تقدري تبدلي فيها وتستخدمي اللي انت مرتاحه فيه، انما انا كليو جرو برشحه كمنتج بقى يستهدف المشكله نفسها. فاهمين فكرتي؟ بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه، دوسوا على زرار الجرس لو انتوا حابين تشوفوني تاني. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي.